عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم النشرة الإخبارية لحزب التحالف الوطني المصري. السيد رئيس الحزب النائب محمد خالد القاضي. بيان هام للسادة أعضاء الهيئة البرلمانية بحزب التحالف الوطني المصري: الطموح يبدأ بالتعلم لا بالأمنيات. تذكر دائما أن المسافة بينك وبين المواطن أقصر بكثير من المسافة بينك وبين المسؤول. واعي بقدرتك على الرقابة من خلال مقترحات مضافة، وليس النقد من أجل النقد ولا المعارضة من أجل الظهور. كن صاحب رؤية تشريعية ثاقبة. واعي بأن التشريع الذي بين يديك الآن سيؤثر على أجيال قادمة. يجب أن تكون نائبا يدرك قيمة التخطيط الاستراتيجي ويعمل على المطالبة برؤية واضحة لمؤسسات الدولة وخطة تنفيذية قوية تلبي رغبات المواطن الذي أنت بقوة القانون وكيل عنه بقسمك البرلماني الصادق. وأن تراعي مصالح الوطن والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه. سلطات النائب قوتها الحقيقية في معرفة كيف يمارسها، والممارسة تحتاج إلى تعلم مستمر بالإضافة إلى ثقافة عامة واسعة. يجب أن تكون لدى النائب ثقافة تفضي إلى المزيد من الأفكار والتنويرية والمجتمعية والتنموية والسياسية والاقتصادية وغيرها. فاختصار الأمر على قاعات البرلمان هو من أكثر الأخطاء شيوعاً. من حين لآخر لابد للنائب أن يدرك جيداً أنه تحت قبة المجلس ليس ممثلاً لنفسه، بل ممثلاً لشعب دائرته ومحبيه الذين رأوا فيه شخصية وطنية مخلصة تحقق أحلامهم العامة والشخصية المشروعة، وتكون لهم عوناً وسنداً في كل المواقف والأحداث. ولما كانت هذه الثقة كبيرة، نرى أنه على النائب أن يكون عند حسن ظنهم قولاً وفعلاً، وأن يكون اختياره الأول والأخير هو الوطن والمواطن. أعتقد أن لقب نائب هو مسؤولية حقيقية أمام الله وأمام الناس، وأمانه يجب أن تؤدى حقوقها وواجباتها. لن يجدي عمل بدون تعلم، فكن نائبا حقيقيا. علمك يسبق طموحك، وعملك يسبق قولك. حزب التحالف الوطني المصري. وإلى هنا تنتهي نشرتنا الإخبارية لحزب التحالف الوطني المصري. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.